السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم الجديد على قناة محبوبة تيفي، كيف ما عودتكم دائما بالجديد. اليوم ان شاء الله كيف ما موعد ياسين المتابعين ديالهم، بان الحلقة غادي تحط ديال با محمد اليوم. غادي تحط الحلقة، ولكن اليوم تحط قبل ما يتحط في القناة ديال البنت محرمة اللي هي كيتحطوا فيها حلقات ديال المسابقة. تحطت واحد الحلقة في قناة ديالهم، ديال ولد محلمة، ديال الأخ ديالهم محسن. تحط بانهم مازال ما مقررينش انهم يحطوا الحلقه ديال با محمد، ومازال ما تصوروهاش، ومازال ما موضحينش بان واش غادا تحط ولا ما غاداش تحط، ومازال كياخذوا الاراء ديال المتابعين. هنا فين ناضت واحد الضجه اللي هي كبيره بزاف في التعاليق، واغلبيه تقلقوا بزاف وطلع عليهم الدم، وكيقولوا هاد الشيء راكم طولتوا هذا المسلسل وعيقتوا بزاف بزاف. حنا كنتسناو في الحلقه بفارغ الصبر انها تحط ديال باب محمد، وانتوما عاد بديتو كديروا في هذوك الافلام ديالكم. وعاد خرجت رشيده وما باغاش الحلقه، تيتيش كذلك حتى هي ما باغاش الحلقه، حيتاش مخلوعين من باب محمد بالاجوبه ديالو كيف ما معروف عليه. هو الحقيقه والمصداقيه وقوه الشخصيه. يعني كيقدر يجاوب على السؤال كيف ما كان الشكل ديالو. كيجرح او ما كيجرحش، هو ما عندوش مشكل، المهم هو كيجاوب على السؤال كيف ما كان. و وبطبيعة الحال ياسين كيقول ليه راه المتابعين هما اللي غادي يشوفوا واش غادي يبغيو الحلقة ديالك دوز ولا غادي يبغوا البراسلي، لانهم داروا بانه البراسلي زعما المتابعين حتى هما داخلين المسابقة. و رشيدة كتقول ليه حنا عارفينه الا دخل غادي غادي يتقال علينا زعما بزاف ديال الهضره وبزاف ديال الحوايج غاديين يتقالوا علينا. وهو راه كيميل لحفصة، وحفصة يعني غادي يجي تجي حفصة، وحفصة ما مضرراش في هاد الحلقة هادي. بزاف ديال الناس كيقولوا حنا حيتاش ياسين قال باه قال ليه دابا راه المتابعين هما اللي غادي يقرروا واش غادي يبغيوك انت دوز الحلقة ديالك ولا غادي يبغيو البراسلي. واخا حتى شي واحد ما فهم هادشي، واخا يوم يتفرجوا ويعاودوا ما فهموش كيفاش المتابعين غادي يدخل داخلين حتى هما في المسابقة. كيقولوا اش هاد التخربيق، اش هاد الشيء، واش نتوما عيقتوا هذا. وواحد الاشخاص كيقولوا هاد الشهر هذا ديال الادسنس ماشي ديال البراسلي، زعما خدامين نتوما على الادسنس وصافي. صافي واحد الوحده قالت الى اليوم ما شفناش الحلقه ديال با محمد، غادي نخرج من القناه اللي متفق معايا يدير جيم. كتضحكوا علينا وحق الله يعني بزاف معاها. واحد جات هي كتقول ياسين واش من نيتك المسابقه ما بين افراد العائله فقط، اش من متتبعين راه بديتو تتحمقونا. بركه من الكذوب، خاصنا الحلقه ديال با محمد. ياسين غير شكرناك وحدنا معاك، ولات فيك شله ديال العياقه، تواضع شويه. واحد السيده كتقول ما بغينا حتى واحد، بغينا با محمد يدوز صافي، راكم عيقتوا علينا بزاف، حنا ما بغينا نعرفوا حتى حاجه، لا عصير صابون، حنا بغينا نعرفوا الحلقه ديال با محمد. بغينا با محمد، ما بغيناش الذهب، اش غنديروا؟ نهرسوه باش نقسموه ولا شنو؟ واش كتفلاو علينا ولا شنو؟ حنا بغينا الحلقه ديال با محمد. هاد الاسئله هادو بطبيعه الحال راه ماشي ديال وحده، هاد التعاليق عفوا راه ماشي ديال وحده، لان بزاف ديال الناس كتقول. واحد السيده بغينا نتحطوا الحلقه ديال با محمد اليوم، راه صافي هادشي بسال، وثانيا كلشي يتقبل هضرته بلا ما تبداو علينا تاني. هادي كاعيه وما راضياش على كلامو. رشيده بانت ليا بلي خايفه، راه عادي كل واحد عنده الديفو، كل واحد لمن كيرتاح عادي. وي فعلا داكشي اللي كاين. واحد السيده حتى هي كتقول ياسين لا بغاك، اللي بغاك محبه من عند الله. حفصه كيبغيها با محمد لانها طيبه وخلوقه جدا وتعترف بالجميل. ياسين نقص ما تبرهيش، راك خفيف بزاف، ما كتحترمش اللي كبير عليك، وليتي متكبر بزاف. واحد السيده حتى هي كتقول بغيتو تخاصموا حفصه ولا محمد مع با محمد، زعما ياسين وليتو باسلين بزاف. واحد السيده هي كتقول ياه رشيده بغات تدابز غير بشويه عليك. شحال هازه على قبل حفصه. رشيده خايفه بزاف من الوالد، سمح لي الوالد حقاني، كيقول غير اللي كاين، وبغيناه يدوز في المسابقه ويقول داكشي بكل صراحه وحنا معاه.
بزاف ديال الناس كيقولوا كتعجبنا حفصة. علاش؟ التاوينة حفصة، التواضع والعقل والثباتة والصبر، وتتركز على الصبر، صبارة وبزاف. انا عزيز عليا هاد السيدة. المهم بزاف ديال الناس كيشكروا حفصة، وبزاف ديال الناس كينتقدوا رشيدة، كيقول لها هنا فين بان زعما بحال ما بغيتيش الحلقة دوز حيت شي عارفة غادي يجي من جهة حفصة، وانتو باغي يعطيكم الطاق بحال ديك الحلقة اللي كانت دازات. واغلبيه كيقولوا هاد الشيء. واحد السيده كتقول صافي ياسين دوز الاب الحجوي بلا ما تطول في هاد المسابقه، حنا عارفين الاب ديالك غادي يقفرها على العائله وغادي يخليه يطيح اكثر من نايض، ربي ستار والله العظيم. عرفنا همكم هو الاتونس، ديروا محتوى راقي، سيروا صدقوا شويه، كاينين الناس اللي محتاجين وليدات. المهم ما عرفتش، المهم بزاف ديال الناس كينتقدوهم، بزاف ديال الناس كيشكروهم، وبزاف ديال الناس ما عجبهمش هاد ما عجبهمش هاد التطويل هذا ديال الحلقة، لأنه صراحةً هما معروف عليهم القناة ديالهم اجتماعية، كيقدموا محتوى ديال الطبخ ومحتوى ديال العائلة، ديال الضحك والنشاط وبزاف ديال الحوايج. ولكن فاش كيدخلوا في هادشي تاع المسابقات ولا تاع سميتو ديال نسيت على شنو كيقولوا ليها، ديال هادوك كاميرا خفية زعما وداك الشيء، نسيت اللي شنو كيقولوا ليهم هادوك. تما فين مقالب، عفوا مقالب. فاش كيدخل داكشي ديال المقالب ولا هادشي تما فين كيطيح. فاش فين كيداروا من من المتابعين كيتقلقوا منهم، كيعجبهمش الحال، اولا كيحسوا بهم مثلا كيمثلوا ولا شي حاجه. ولكن الاصدقاء انا خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه اليوتيوب هكا خدام، اليوتيوب كيكون خدام واحد المده، فيه مشاهده، فيه كل شيء، ولكن واحد الوقيته كيجي اللي كطيح المشاهده. كيف ما كتعرفوا قناه محبوبه ما شاء الله راه كانت مليونيه، كان الفيديو كيتحط كيضرب 600 كا 700 مليون، فهمتوا؟ واحد المده بقاو كينزل 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 حتى وصلت هذيك 100 كا. ملي كيوصل هذيك 100 كا خاص هذيك القناة تدير واحد كيفاش غنشرح لكم، يعني دير واحد المحتوى جديد مختلف، يا اسبوع يا عرس يا حفل يا الله يحفظ لك، تكون شي حاجة مخيبة أو موت أو لا شي. المهم هما كيف ما معروف القناة ديالهم معروف عليهم، وتشهرات كتر بهذا الشيء تاع التقاليد ديال الجهة ديالهم، اسبوع زواج عرس، فهمتي؟ هنا فين كتشهر كتر، هنا فاش ما كي ما يا اما يعني دابا حاليا ما عندهمش شي حاجه، الحاجه اللي ديالهم هي انهم خرجوا هذه المسابقه داروا هذه المسابقه ودخلوا منها مشاهدين جداد، بزاف ديال الحوايج طبيعه الحال، وحتى المشاهدين اللي كانوا متبعينهم والغاو الاشتراكات ديالهم بسبب هاد بحال حسوا براسهم كيتفرجوا في واحد العائله اللي ولات ما بقاتش كيقدموا داكشي حقيقي. كاين شي بعض الناس عندهم هاد التفكير هذا، وكاين شي بعض الناس اللي باقي متابعينهم وعاجبينهم، ويعني كل واحد والشخصيه ديالو بطبيعه الحال. بالنسبه لقناه محبوبه تيفي كما كنت كنشرح لكم، راه غادي من هذا النوع، يعني خاصهم يديروا الجديد باش رجع القناه ديالهم طلع. كيف معروف دابا غادي تصير المسابقه، غادي يكون اسبوع ديال بنت تيتي شو ياسين، ترجع القناه ديالهم وغيبداو عاوتاني الحفلات وبزاف ديال الحوايج. يعني هذا هو الدور ديالهم في اليوتيوب، يعني خاصهم يديروا الجديد ومحتوى المهم باش يجيبوا المشاهدة أو الثاني ويبداو من جديد. لهذا المهم وصلت البنات حتى لهنا، قبل ما نطول عليكم الفيديو غادي نقول لكم تهلاو في ريوسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. والا كنتي اختي باقا ما درتيش اشتراك ما تنسينيش عافاك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد ديالي ان شاء الله، وديري جيم الفيديو بطبيعه الحال الى عجبك، وخلي لي تعليق زوين. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامه.